بجد اللي ما عملش الفولية فايته كتير جدا بعد غلاء الأسعار وارتفاع الأسعار بالشكل ده. لازم نجرب نعملها في البيت، سهلة وما بتاخدش وقت، واللي مفكر ان هي بتاخد وقت وتكات وحاجات كده، لا بجد هي بسيطة جدا ومكوناتها بسيطة خالص، يعني اكتر يعني تستاهل انها تتعمل في البيت احسن ما تشتري من بره. اول حاجه ارفع طاسه وانزل فيها كوبايه المعياريه دي، ملويها كوبايه سكر، وبعد كده نص كوبايه من الميه، وهنزل عليها بنص كوب من العسل الجلوكوز. تمام. واللي ما عندوش عسل الجلوكوز نقدر نبدله ونستخدم عسل ابيض، بس عسل الجلوكوز يعني حلو برضو، الاتنين مش هيختلفوا. وبعد كده هرفعها على طول على النار، وهقلب فيها، ما مدش ايدي فيها خالص، هي كده كده مش هتسكر ولا حاجه، واركنها على جنب لما تعسل كده وتاخد اللون السكر. بعد كده جبت نص كيلو من الفول. اهم حاجه لازم الفول يكون سخن عشان لما ينزل على العسل ما يسكرش مننا او يقفش كده ويجمد من غير اي حاجه. انا هفضل موطيه النار خالص على اوطى اوطى عين، واهم حاجه النار تكون هاديه. وبعد كده هفضل اقلب فيه لغايه ما الاقيه كده اخد اللون البني الخفيف. وبعد كده رجعت للعسل تاني، بجد ما اخدتش وقت خالص وبسيطة. واول ما العسل، ما تقلقوش قلبوا فيه، مش هيتعسل منكم ولا هيسكر ولا حاجة. بعد كده جبت المفرش، نزلت عليه، لازم نجهز كل حاجة جنبنا علشان اول ما بينزل على طول ان سبتيه دقيقتين بيقفش، مش هتعرفي تفكيه تاني. جبت المفرش السيليكون ونزلت عليه معلقة كبيرة من الزيت وعملتها بالفرشة، وركنته على جنب لما اللون بس بتاع العسل ياخد اللون البني الفاتح. اول ما ياخد اللون البني الفاتح ده هنزله على طول. وبعد كده كده الفول سخن معايا، فهنزل بالفول على طول وهقلب. اول ما هنزل لازم في الخطوات دي تكون سريعه جدا، لانه زي ما احنا عارفين ان العسل بيمسك بسرعه مع الفول، فبعد كده هنيجي نفرده مش هيتفرد. هفضل اقلب فيهم كويس. وبعد ما الاقيه خلاص الفول والسكر مع بعض تمام، هروح نازله بالمفرش، نازله بهم على طول في المفرش واروح فرداه. بس نخلي بالنا لان هو سخن جدا، نخلي بالنا عشان ما نتلسعش. وبالخطوات بسرعه، من هوريكم الاسباتولا هيلزق فيها مش هعرف ان انا هنزله تاني، بس هو كان لسه سخن، فايه انا حاولت ان انا انزله على طول، لكن احنا لو سيبناه دقيقه واحده هيمسك على كده. وبعد كده تنيت المفرش، لان انا زي ما قلت لكم الزيت، مسكت الزيت كله دهنته في المفرش، فهو بس كان سخن معايا. فجبت المسنده دي وقعدت افرده شويه، بس كان سخن جدا لانه لسه نازل، وانتوا عارفين قد ايه كان بيغلي. بعد كده حاولت ان انا افرده كويس. انا عملت سمك، انتوا زي ما انتوا عايزين، انا بحب السمك اللي هو ولا تخين ولا رفيع، اللي هو الوسط. بعد كده جبت المردانه وفردته كويس جدا، لازم نظبطه. واول ما نظبطه معانا ما نخليش ولا حته عاليه ولا واطيه، لان نخلي كله حصيره واحده، أو نفرشها مره واحده، وبعد كده نقطعه وهو سخن على طول. حابب يقطعها بقى صغيره كبيره زي ما انتوا عايزين. واللي وصل معايا الفيديو هنا يا ريت يقول لي ايه رايكم، وان شاء الله هعمل معاكم انواع حلويات المولد كلها. هعمل معاكم الملبن الاحمر، وهعمل معاكم السمسميه، وهعمل معاكم ان شاء الله يعني اغلب حاجات المولد. بس يا ريت تتابعوا معايا بس الفيديو اخر وتقولوا لي ايه رايكم. بس اهم حاجه نسيبه في الخطوه دي، هو كان لسه سخن وانا كنت مستعجله عليه، وحاولت ان انا بقدر الامكان، يعني هو لسه سخن خالص، يعني انا كنت بمسكه بجد كان بيلسع، بس حاولت ان انا افرطه كده. بس احنا عادي نسيبه، بدل قطعناه وقطعناه بالشكل اللي احنا عايزينه، نسيبه خالص ما نقلقش ونقطعه تمام. دي بصي كان لسه طري يعني ما نشفش، فاول ما نشف على طول مسكته كسرته. ما شاء الله بجد طعمه حلو قوي. عملت نص كيلو، طلع لي كيلو الا ربع، يعني طلع لي 750 جرام. واشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، مع السلامه.